النساء تجارة عصرنا بتجارة النساء الرقيق الأبيض. الدائر المسلسل عشان تنجح يجيب بنات جميلات. لو جابوا في المسلسل بنات شينات ما في زول بيحضر، والإعلانات بتبور، والتلفزيونات بتقفل. الفضائيات دي قائمة على الإثارة والغريزة. الفيديو كليب، حتى الدعايات، دعايات جنسية، دعايات دار يجيبوا لك ريحة. يا أخي ريحة، يجيب لك واحدة عندها صاحبة ما بيتلفت لها، اتريحت وجات عليه طوالي قلدها وجايبينها لك في التلفزيون. امشي اشتري الريحة. يا أخي ده كلام بتاع فوضى. العالم يعاني فوضى فكرية وفوضى قيمية وعبث أخلاقي. والله نحن نعاني دمار. الشهوة الحصلت في عصرنا لا أظن أنها حصلت في العالم. أمريكا تخرج من الدعارة إلى الميزانية العامة والرصيد الاقتصادي في السنة 8 مليار دولار. الاقتصاد القومي الأمريكي يدعم من الدعارة ب8 مليار دولار. تخيل عدد محلات الدعارة تساوي 3 أضعاف مطاعم ماكدونالدز في أمريكا. 3 أضعاف مطاعم بتدخل قروش 3 مرات المحلات بتاعت الدعارة. أمريكا تصدر 150 مجلة إباحية، تصدر في أمريكا 150 مجلة إباحية ب8,000 عدد، 8,000 عدد. العالم عجيب، موقع إباحي في الإنترنت نشر صوره مليار مرة. موقع زاره في مدة عام 43 مليون شخص زاروا الموقع ده ودخلوا عليه في سنة. 43 مليون شخص دخلوا هذه المواقع الإباحية. يا أخي نحن نعاني معاناة. العالم الآن كأنه لا يوجد فيه غير الجنس، والجنس ياتو الجنس الحرام، الجنس الردي الساقط. يا أخي تكلم عن رسائل الجوال، رسائل في الجوالات مهيجة للغرائز. اسمع النكت القذرة. تجد أوريك الجنس ده منتشر بين الناس كيف. تلقى نكات بعض الناس عشان يقول نكتة كلام فارغ. النكات القذرة، رسائل الجوال المهيجة للغرائز والجنس. ما هذا؟ ما الذي نعيشه في عالمنا؟ أولم يتعظ العالم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أولم يتعظ العالم والبشرية بهذه النبوة القائم على الطهارة وعلى العفاف وعلى الشرف وعلى الفضيلة وعلى احترام الإنسان؟ ولكن للأسف الشديد غابت معاني الإيمان. لا بد أن نعزز معاني الإيمان في النفوس.